الحقيقة أنا عاوز أتكلم معاكم في حاجة مهمة أوي، بعيدًا بقى عن اللي حصل لثلاثي الزمالك وقصة الحبس وقصة الاعتداء، وإن القانون في الإمارات بيُطبّق على كل الناس بلا استثناء. يعني عادي إنك أنت تلاقي مثلًا حاكم دبي بيتغرّم في المرور وعليه مخالفة مثلًا رادار أو تجاوز السرعة. أنا مش عايزك يعني تخُش في الحتّة دي أو في تفصيلة الحتّة دي قبل ما أقول لك حاجة مهمة أوي. طَب أنا ليه دايمًا باحُط نَفْسي في المواقف دي؟ يعني إيه الحكمة إن يكون اتحاد الكورة واخد قرار إن أنت ما تلعبش في مصر، الجو حَر مثلًا أو ما عندكش جمهور بيحضر، والّا كلّكم عارفين من غير أنا ما أقول لكم إن الهدف الأساسي موضوع الفُسح، موضوع الطيران الVIP، موضوع مصالح الفلوس وغيره، 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 وغيره. أنا اللي حطّيت نَفْسي في الموقف ده. أنا عندي دولة محترمة فيها مسابقة، يعني بتكمل وبتشتغل وبيحضرها جماهير وغيره، 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 وفي التنظيم إحنا قد أي حد مليون مرّة عشان تقدر إنّك أنت تنظّم بطولة كاملة، مش مباراة هتتلعب على مدار أسبوع والّا 4 ماتشات والّا ماتشين والّا 3 والّا غيره. طَب أنا ليه باحُط نَفْسي في البداية في الموقف ده؟ كمان حتى لمّا بتحصل مشكلة أنت السبب كاتحاد كورة إن أنت خدت قرار إن الناس دي تسافر وتلعب برّه مصر وتبقى موجودة. مفترض إن يكون أنا ما بادافعش عن الغلط على فكرة عشان ما حدّش يفهم القصد إن الكلام غلط ويقول لك أنت عايز اتحاد الكورة يطلع ويدافع عن الناس اللي أخطأت لازم تاخد عقابها. ما هوّاش هي دي الفكرة يا جماعة. إحنا بنتكلم على إنك أنت دلوقتي صاحب قرار إن الناس دي تروح تلعب السوبر أو تلعب أي بطولة عمومًا برّه مصر، يبقى أنت عليك إن أنت توفّر لهم الحماية الكافية. على الأقل خالص الناس تحس إن في ناس من هنا ممكن تكون موجودة معاها، لكن اتحاد الكورة واقف بيتفرّج ما لوش علاقة بالموضوع. حتى تدخُّله الحقيقة مش عاجبني أنا بس لوحدي، أكيد مش عاجبكم أنتم كمان. بيتعامل مع الموضوع بمنتهى السلبية. حتى مجلس إدارة الزمالك اللي المفترض إن يكون في لجنة تدير الأزمات أو كانت اتشكلت بالفعل وسط الأزمة اللي حصلت دي، اللجنة دي مهمتها إنها تكون تدير الأزمات. لكن لما تحصل عندك مشكلة تبص تلاقي أمين صندوق نادي الزمالك بيطلع بكلام، رئيس مجلس إدارة الزمالك بيطلع بكلام، المتحدث الإعلامي بيطلع بكلام، رابع حاجة يطلع لك بيان من الزمالك ملوش علاقة بالكلام اللي الناس كلها بتقوله. هو احنا امتى هيبقى عندنا حسن تصرف، وهيبقى عندنا امتى إدارة للأزمات بشكل احترافي، ولغاية امتى الزمالك والرياضة في مصر بشكل عام؟ على فكرة يعني خليني برضو أقول لك نقطة مهمة قوي، إن القضية هنا ممكن يكون الأهلي كإدارة أحسن حال من الزمالك في بعض المواقف، لكن ده مش معناها إن إدارة الأهلي لا يوجد لديها أخطاء. عندنا مشكلة كبيرة، ونفسي الحقيقة نفسي وكررت الكلام ده كتير قوي، بس المشكلة مش في الكلام، المشكلة في اللي يسمع الكلام ويعقله. إن أنا نفسي لما بتحصل لنا مشكلة نطلع فيها بحاجات إيجابية نتلاشى بيها السلبيات اللي كانت بتحصل في المواقف اللي هتجيلك بعد كده. لكن موقف وهيعدي، وأعتقد لا اتحاد الكورة بعد كده هياخد قراره إنه ينظم بطولته في مصر، لأن في أهداف غير حتة سمعة مصر وغير وغير وغير. في أهداف تانية هم عايزين يحققوها، وفي اعتبارات كتيرة قوي مهمة جدا، بس للأسف محدش بيحطها في دماغه.